في قلب الغابات والجبال في كائن بيكسر كل قوانين الطبيعة، مش الأسد ولا النمر، لكن حيوان قدر بعقله قبل عضلاته يسيطر على مساحات واسعة من الأرض ويثبت إن القوة مش بس في الحجم ولا في السرعة. القوة الحقيقية بتكون في الوحدة وفي التخطيط، وإزاي بيقدر يتحول لجيش كامل. فعموما بلاش نطول كتير، خلونا نبدأ علشان نعرف إزاي الذئب بيقدر يتحول لجيش كامل، وازاي ممكن يربي انسان صغير، والاهم من كده ازاي هو بيقدر يهتم بالكبار منهم وبيعتبر من اوفى الحيوانات. فعموما خلونا نبدا، بس في الاول بقى ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه والكلام الجميل ده كله. انا اسلام سيد ودي قناه صندوق الدنيا. الذئاب مش اضخم ولا اسرع المفترسات في الطبيعه، لكن عندهم مزيج كده قاتل من القوه البدنيه والعقل الذكي. الذئب الرمادي اكبر انواع الذئاب، وزنه ممكن يوصل ل 80 كيلو، وجسمه كله عضلات متصممة للجري لمسافات طويلة من غير ما يتعب. عضة الذئب الواحد تعتبر أقوى بأضعاف من الكلب اللي بيتربى في البيت، وده بيخليه يكسر عظم فريسته بكل سهولة. لكن السلاح الأخطر مش في أسنانه ولا في سرعته، لكن بيكون في عقل القطيع. الذئب بيصطاد بتخطيط مسبق، بيقسم الأدوار، واحد بيطارد وواحد بيقطع الطريق وواحد بيتعب الفريسة لغاية ما تنهار من التعب. النتيجة حيوان بيكون أكبر منهم، أسرع منهم، وأقوى منهم، بيقع ضحية بسهولة قدامهم. الذئاب بتعيش في مجموعات منظمة جدا، وده مش تجمع عشوائي. كل فرد ليه مكان، ليه دور، وليه واجبات. القائدين بيكون ذكر وأنثى بيتسموا بالألفا، وبيكونوا هم المسؤولين عن القرارات من أول الهجوم لحد تهديد المكان اللي هيهاجروا ليه. وبيجي تحتهم الذئاب القوية اللي هي بتقود المعارك وبتحمي الصغار. وفي ذئاب تانية بتكون وظيفتها إن هي تربي الصغار، وذئاب مسؤول عن الاستطلاع. يعني كل حاجة محسوبة بدقة متناهية. القطيع ممكن يتكون من 6 أفراد لحد 20، وده بيخليهم أقوى بكتير قوي من أي مفترس لوحده. ولو حصل هجوم على واحد فيهم الباقي مستحيل يسيبه، بيدافعوا عنه لآخر نفس منهم. من آلاف السنين الذئاب كانت مصدر خوف للبشر، بس كمان كانت مصدر للإلهام. الأساطير في كل الحضارات فيها ذكر للذئاب، من أوروبا لآسيا والأمريكا. دايما الذئب رمز للشجاعة والقوة والوفاء. زمان كان في محاولات كتير جدا للسيطرة على الذئاب وإن هي تكون أليفة، لكن ورغم كل المحاولات دي الذئاب فضلت برية وصعبة السيطرة عليها، وما ينفعش تتحول لكلاب أليفة بالكامل لأن جواها ما بترضاش بالقيود. البشر حاولوا يقتلوا الذئاب لقرون يقللوا عددهم، لكن الطبيعة كان ليها رأي تاني. الذئاب مش بس نجت، دي كمان رجعت تسيطر على مناطق كانت اختفت منها، وده لأن أي نظام بيختفي من الطبيعة بيرجع يختل. والغزلان والفرائس بتكتر لدرجة إن هي بتدمر البيئة، والذئاب هنا بتكون هي الحل. الذئاب ممكن تجري مسافة 50 كيلو في اليوم الواحد من غير ما تتعب وهي بتطارد الفريسة. التواصل بينهم بيكون عبقري. عواء الذئاب مش مجرد صوت مرعب وبس، دي لغة كاملة، كل نغمة ليها معنى، سواء نداء للقتال أو تحذير أو دعوة للتجمع. بس أهم حاجة فيهم مش القوة ولا الشراسة، لكن بتكون القيم اللي بيحافظوا عليها. تخيل لو ذئب عجوز منهم عمرهم ما يسيبوه وراهم حتى لو كان بقى ضعيف. الذئب مش بيتعامل على حسب القوة أو السن، لكن بينهم احترام حقيقي للكبار منهم. الذئب العجوز اللي شارك في معارك زمان وكان صياد محترف في القطيع دوت عمره ما بيتساب لوحده. لو كبير في السن وما بقاش يقدر يصطاد زي الأول، القطيع كله بيتكفل بيه، بياخدوا الأكل ويسيبوا ليه القطع الطرية ويهتموا إنه يعيش في أمان. وفي مشاهد اتوثقت لذئاب صغيرة وهي بتأكل الذئاب الكبيرة بنفسها وتحط ليهم الأكل زي ما هما كانوا بيعملوا معاهم وهم صغيرين. حتى لو في الرحلات الطويلة بيتحركوا بالسرعة اللي الكبار يقدروا عليها ومش بيسيبوا وراهم حد، لأن القطيع ما بيتجزأش بالنسبة لهم. قوة القطيع في كل فرد منهم كبير أو صغير. العلاقة دي مش بتكون مجرد غريزة، دي بتبقى ولاء حقيقي، نظام قائم على الاحترام ورد الجميل. اللي علمهم الصيد والحياة في البرية استحالة يتحول لعبء عليهم، بالعكس بيبقى رمز للقطيع. حضوره قوة حتى لو عضلاته ما بقتش بالقوة بتاعت زمان. ويمكن أغرب سؤال بيتسأل هو الذئب ممكن يبقى في يوم من الأيام يربي طفل صغير ولا لأ؟ الحكايات والأساطير القديمة فيها كتير عن ولادة رب وسط الذئاب، زي رومولوس وريموس بتوع روما القديمة، أو حتى قصص كده شبه طرزان وماوكلي. والناس فضلت تسأل هو ده ممكن يحصل فعلا ولا لأ؟ الإجابة إن العلم هنا بيقول إن احتمالية شبه دي مستحيلة تكاد تكون صفر. بس الذئاب بطبعها بتخاف وبتهاجم البشر، يعني الطفل بالنسبة لهم في الأول بيكون مجرد فريسة مش فرد من القطيع بتاعهم.
لكن لو حصل إن أنثى ذئب مثلا لقت طفل صغير وكان شكله ضعيف، وخصوصا في الحالة دي لو غريزة الأمومة عندها كانت عالية شوية، في احتمال يعتبر نادر إن هي تحس بيه زي ما تحس بجرو صغير من الذئاب، وساعتها بتاخده وبترجع بيه للقطيع بتاعها. وفي تقارير نادرة جدا اتقال فيها إن أطفال اتلاقوا في وسط الذئاب وهم عايشين، بس الحياة معاهم بتغير سلوك الطفل تماما. تلاقيه ما بيعرفش يتكلم، بيمشي على ايديه ورجليه وبيتصرف زي الذئاب تقريبا. بس لازم هنا نفهم حاجة مهمة، الذئاب ما بتربيش بشر حبا فيهم أو عن طريق الوعي بمعنى التربية، هي بتكون مجرد غريزة أمومة اتفعلت في وقت معين استثنائي. ولو الطفل كبر شوية هيفضل بالنسبة لهم غريب وممكن يهاجموه لو حسوا بالخطر منه. يعني الإجابة هنا بتقول إن ممكن يحصل، بس بيكون نادر جدا، والنتيجة ما بتطلعش إنسان كامل، بتطلع كائن نص بشري ونص التاني بيكون سلوك بري. وفي الآخر الذئاب مش مجرد مفترسات، دول يعتبروا كأنهم مهندسين للتوازن في البيئة. وجودهم بيحافظ على عادات الفرائس وبيمنع تدمير الغابات وبيخلي السلسلة الغذائية ماشية بشكل كويس. هم مش وحوش دموية زي ما بتصور في الحكايات، هم جزء من النظام اللي موجود على الأرض، وأي تدخل في التوازن البيئي بالنسبة لهم بيكون ليه نتائج مدمرة جدا على البيئة، زي ما شفنا في الحلقة بتاعة الأرانب، إزاي مجرد 24 أرنب بيتحولوا ل 10 مليار أرنب في ظرف كام سنة قليلين. وبكده بتكون خلصت حلقة النهاردة، فما تنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة والكلام الجميل ده كله، واستنونا في حلقة جديدة من قناة صندوق الدنيا.